الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، بيقولوا إن الزنا حرام لأنه بيخلط الأنساب. طيب لو ضمننا موضوع عدم اختلاط الأنساب ده بوسيلة أو بأخرى، يبقى الزنا حلال في شرعكم؟ وبيقولوا كمان إن الخمر حرام عشان هي بتذهب العقل. طيب هو مش هيشرب خمر غير قبل النوم، يعني هيشرب خمرة وينام على طول، ايه رأيكم؟ بيبقى حلال؟ لو هيشربها وينام تبقى حلال؟ يا جماعة الخير، يا جماعة المسلمون، امتثال الأمر الإلهي في الحلال والحرام في الأصل أمر تعبدي لله، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم، علمنا السبب أو العلة في التحريم أو لم نعلم. فالأمر التعبدي لا يحتاج منا لإيجاد الحكمة أو إيجاد العلة سواء لحله أو لتحريمه. ففي بعض المحرمات ذكرت وذكر مع تحريمها الأسباب والعلل، وفي بعض المحرمات لم يذكر معها السبب للتحريم أو العلة. والمسلم بيستسلم لأمر الله سواء بيفعل أو اترك، علم الحكمة أو علم العلة أو لم يعلم. ده شأن المسلم. لأن المسلم يعني إيه مسلم؟ مسلم يعني مستسلم لأمر الله تبارك وتعالى. تعرف أنا هديك مثال بسيط. عارف لما أجيب مسدس كده وأقول لك سلم نفسك؟ سلم نفسك يعني إيه؟ يعني خلاص مالكش حكم على نفسك، أنا اللي هسوقك، أنا اللي هتحكم فيك. سلم نفسك، ارفع ايدك فوق، امشي، اقعد، ارقد، نام، هو اللي بيتحكم فيك. فالإسلام يعني إيه؟ يعني استسلام، يعني كأنك رافع ايدك كده طاعة لله عز وجل. هتشوف ربنا عز وجل هيأمرك بإيه وينهاك عن إيه، وتمتثل الأمر وتمتثل النهي دون أن تعمل عقلك في الأمر أو في النهي، لأنك أنت إيه؟ مسلم. مسلم يعني مستسلم، يعني منقاد لشرع الله ولأوامر الله عز وجل بيفعل أو اترك. مسلم يعني ممتثل لأوامر الشرع، سواء بقى علمت السبب أو العلة أو لم تعلم، وسواء علمت الحكمة أو لم تعلم. تمام؟ هديك مثال بسيط عشان أفوقك من القصة بتاعت الزنا حرام. ليه؟ عشان في اختلاط أنساب. طب لو ضمننا موضوع اختلاط الأنساب، هل يصير الزنا حلال في شرعكم يعني؟ طب الخمر حرام؟ ليه؟ عشان بتذهب العقل. طب هو كده كده رايح ينام، يعني كده كده عايز عقله يروح، ممكن يشرب له كاسين قبل النوم؟ يا جماعة دماغكم. هديك مثال بسيط بس عشان بس أوضح لك إن احنا في غيبوبة عن الشرع. سيدنا آدم وقصته في الجنة من أكل الإيه؟ الشجرة اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها على آدم في الجنة. هل التحريم على آدم إن يأكل من الشجرة دي كان لسبب أو لعلة أو لحكمة؟ القرآن ما قالش الكلام ده. القرآن بيقول إيه؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، بس فقط في حاجة واحدة محرمة عليك، ولا تقربا هذه الشجرة. شجرة واحدة بس في الجنة، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الإيه؟ من الظالمين. شوف سبحان الله، سبحان الله. شوف الحلال واسع قد إيه. الحلال فكلا منها رغدا. شوف الحلال بتاع ربنا واسع قد إيه، والحرام ضيق قد إيه. شجرة واحدة محرم عليه إنه يأكل منها هو وزوجته. ولا تقربا هذه الشجرة مفردة. لكن الجنة واسع عندك اهي، جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، كل اللي انت عايزه من الجنة. وكذلك الأوامر في الشرع، الحلال واسع والحرام ضيق. احنا بننظر للضيق بس، بننظر للحرام وعايزين نحلله. سبحان الملك، سبحان الملك. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. ذكر بقى علة أو سبب تحريمه على آدم من أكله من الشجرة ولا لم يذكر؟ لم يذكر. هي محرمة وخلاص، محرمة عليك وخلاص. ربنا قال لك ما تاكلش من دي وخلاص. هنشوفك بقى انت كمسلم دورك ان انت تشغل عقلك وتفتكس، ولا دورك الامتثال
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ده دورك كمسلم. هل انت هتمتثل ولا هتشغل دماغك؟ فاللي حصل فأزلهما الشيطان عنه. قعد الشيطان يوسوس لآدم وزوجته بقى، والعلة الموجودة بقى الكلام اللي قاله لهم الشيطان: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين إلى آخره. قعد بأكتر من طريقة الشيطان بيوسوس ليه إن لازم يأكل من الشجرة دي، فأكل. فكانت النتيجة فأخرجهما مما كان فيه. منين؟ من الجنة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى إيه؟ إلى حين. يبقى خد بالك من نقطتين. الشجرة لما حرمت على آدم ذكر سبب التحريم والعلة؟ لم يذكر. طيب، وهل آدم لما أخرج من الجنة كان لعلة أو مرض أصابه من أكله من الشجرة؟ يعني لما أكل من الشجرة كان أصابه بسبب الأكل ده هو علة أو مرض، بسبب العلة والمرض ده ربنا أخرجه من الجنة؟ ولا أخرج آدم من الجنة فقط بسبب معصيته لأمر الله باترك الأكل من هذه الشجرة؟ آدم أخرج من الجنة فقط لأنه عصى، فعصى آدم ربه فإيه؟ فغوى. هو فقط لأنه عصى أمر ربنا، فربنا عز وجل أخرجه من الإيه؟ من الجنة. يبقى لا تحريم الشجرة عليه كان لعلة وسبب، ولا خروجه من الجنة كان لسبب أو مرض أصابه بعد الأكل من الشجرة. فيا جماعة الخير يا مسلمون، أمر الله في التحريم قد يرد معه السبب والعلة وقد لا يرد. ودوري أنا كمسلم إني أمتثل الأمر بالنهي فأنتهي، سواء علمت السبب أو العلة أو لم أعلم. لأن زي ما قلت لك أنا مسلم. مسلم يعني إيه؟ يعني مستسلم لأوامر الله، منقاد لأوامر الله عز وجل. لأن الإسلام هو التسليم والاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. فأسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا. وبكده أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك واستفدت منه دعم الفيديو عشان ينتشر. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.